بيان بعض المصادر مطلعه ان صاحب الجلاله الملك محمد السادس عطى تعليمات باش غادي تخصص طائره ملكيه للمنتخب الوطني اللي غادي توصلهم من دوله قطر الى مطار سلا الرباط. من بعد غادي ينطلق استقبال شعبي جماهيري كبير غادي يكون على طول الطريق اللي كتأدي للقصر الملكي بالرباط. من بعد غادي يستقبلهم صاحب الجلاله الملك محمد السادس مع طاقم الجامعه الملكيه لكره القدم. لكن هناك استبعاد بعض اعضاء الجامعه الملكيه لكره القدم من حفل الاستقبال الملكي باستثناء فوزي القجع والسيد ابرون، والمعنيون بالاستقبال الملكي فوزي القجع كرئيس الجامعه والطاقم التقني والطاقم الطبي للاعبون والامهات ديالهم والزوجات ديالهم، وعبد الملك ابرون بالصفه ديالو رئيس الوفد بقطر. وغادي تقام مأدوبة عشاء فاخره على شرف اللاعبين، ومن بعد غادي يتم التوشيح ديال الصدور ديالهم بأوسمه ملكيه شريفه.